تخيل شاب في قمة وسامته وعقله، كان أول سفير للإسلام في التاريخ لما راح الحبشة، ووقف قدام النجاشي وبمنتهى الذكاء والفصاحة قدر يشرح حقيقة الإسلام ويخلي النجاشي يبكي ويحمي المسلمين. بطلنا ده عاش سنين في الغربة عشان يحمي الدعوة، ولما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، النبي فرح بيه جدا وقال: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. لكن البطولة الحقيقية كانت مستنياه في معركة مؤتة. في مؤتة كان جيش المسلمين 3000 بيواجه جيش الروم 200,000، موقف مرعب، وبطلنا كان هو القائد التاني للجيش. لما استشهد القائد الأول مسك بطلنا الراية واندفع في قلب جيوش الروم كأنه إعصار، وفجأة الروم حصروه وقطعوا إيده اليمين اللي شايل الراية، فمسكها بشماله فقطعوا شماله، فضم الراية بعضدي بين دراعاته وصدره عشان ما تقعش والأذان يفضل مرفوع لحد ما انقضوا عليه وقتلوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف باللي حصل بشر المسلمين بإن ربنا أبدله عن إيديه اللي اتقطعوا جناحين في الجنة بيطير بيهم فين ما يحب. ومن هنا جه لقبه الشهير جعفر الطيار. بطلنا ده علمنا إن الراية أغلى من الروح، وإن المؤمن الحقيقي هو اللي ما بيسيبش حلمه حتى لو فقد كل أسلحته، والبطل ده هو جعفر بن أبي طالب. ده جزء من تاريخنا الحقيقي. اشترك دلوقتي عشان تعرف باقي قصص الأبطال اللي غيروا العالم.